وصحبه وسلم. اقسم بالله شهاده لوجه الله، وربنا هيحاسبنا عليها في الاخره، ومش هنتحاسب الا على الشهاده اللي بنقولها. انا كنت جاي مش قادر اسند طولي ولا امشي ولا اي حاجه، جالي انزلاق غضروفي او بيسمى عرق النسا، ليه كذا مسمى. فبعد ما عملت الحجامه بفضل من عند الله، لسه ما خرجتش اهو من الاوضه بفضل الله بنسبه 90 95، يعني في بعض الالام بسيطه جدا جدا لا تذكر. يعني الحمد لله رب العالمين. انا كنت الصبح الساعه 6 صباحا خدت اكتر من كذا حقنه مسكن وما كنتش قادر امشي، وكنت ببكي فعلا زي الاولاد الصغيره. بفضل الله بفضل الله بفضل الله الحمد لله رب العالمين. انا هو واقف تمام الحمد لله وبتحرك ومفيش. انت كنت داخل مش قادر تفهم؟ انا كنت ولا قادر افرد طولي ولا قادر اتكلم اساسا. فاهماني ازاي؟ يعني مش قادر، منحي كده زي الناس اللي عندهم 200 سنه والكلام ده. فانا بقول دي شهاده لوجه الله، الحجامه بالنيه والحجامه ابتغاء مرضات الله. يعني بصراحه ودكتوره يعني الحمد لله، وكذا مره اتعالج عندها يعني. وانا بقول الحاجه دي يعني مش عشان الواحد ياخد ولا يقلل من ثمن الحاجه ولا لا، ده مفيش حد هينفعنا في الاخره. بفضل الله دي شهاده ابتغاء مرضات الله. وفعاله كمان، احنا بنقول للناس انها فعلا نتيجتها حلوه حلوه وفعاله جدا، وسنه عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كمان يعني. بفضل الله تعالى والحمد لله رب العالمين. يعني بفضل الله بفضل الله الواحد يعني اهو بيتكلم على الاقل. الواحد ما كانش طايق العيل حتى طول النهار، يجي يتكلم مش قادر يتكلم. ايوه الالم التهاب العصب وحش جدا. تحس ان الواحد بيتكلم كلام طالع من ظهره او من صدره، مش عارف يحس. مفيش اريحيه تماما، والوجع في كل حته. الحمد لله بفضل الله والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. وشكرا جزيلا يا دكتور والله. والله وربنا يجزيك خير بنيتك ويكرمك يعني ان شاء الله. ربنا يكرمك.